الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويجب على دعاتنا وعلمائنا وطلبة العلم ألا يخضعوا لضغط الجهلاء من العوام في بعض البلاد والمجتمعات، وأن يصدعوا بالحق لا سيما في باب التوحيد، لأن من يدعو إلى توحيد الله تعالى منصور محفوظ بحفظ الله تعالى. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وإمام الأنبياء وإمام المتقين، يأتي إلى قومه ويصفه الله تعالى بالرشد: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه، إلى أقرب الناس إليه، بدأ بأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. يعني قضية مواريث ثقافة. أنا ضحكت على بعض البلاد اختلفت على مستوى السياسيين، كل يريد أن يتبنى الفرقة التيجانية، يقول التيجانيون منا، وقال آخرون بل نحن عندنا. أنا أقول لكم من أكثر الفرق وثنية هي الفرقة التيجانية، ولا يشرفكم أن تنتسبوا إليها أو أن تنتسب إليكم، فالله تعالى يبغض الوثنية والوثنيين. تبا للتيجانية وأشكالها من دعاة عبادة الموتى. تنافسوا على تحكيم الشريعة، تنافسوا على الدعوة لتوحيد الله وتطهير الأمة من الولاء لغير الله ودينه ورسوله والمؤمنين. إذ قال لأبيه قال وجدنا آباءنا لها عابدين. قضية مواريث. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إنسان يعبد أوثان حجارة نحتها بيديه. قالوا أجئت بالحق أم أنت من اللاعبين؟ شو القضية؟ أول مرة يسمعوا هذا الكلام الذي يحرك العقول. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ذهبوا، يبدو كان عندهم عيد، ذهبوا إلى العيد فدخل على معبدهم. قال تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. حطم الأصنام ووضع الفأس في رأس كبير الأصنام وتركه من أجل أن يحرك عقولهم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. في ولد كده متطرف إرهابي كان يتكلم على الآلهة. قالوا ائتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. محاكمة علنية وأمام الجماهير. أأنت فعلت هذا؟ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال هذا الإله الكبير غضب على الآلهة الصغيرة حطمها، أراد تحريك عقولهم، فرجعوا، وفعلا أثر فيهم هذا الخطاب العقلاني البرهاني الصحيح، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. صحيح، كيف تعبدون أصنام لم تملك أن تدافع حتى في وجه مهاجميها. هي ليس فقط لا تملك لغيرها، هي لا تملك، ما ملكت لنفسها أن تمنع تحطيم إبراهيم لها، فكيف تعبدونها؟ قال الله ثم نكسوا على رؤوسهم. عملية انقلاب عقلي وفكري. بعد أن استيقظ القلب رجعوا إلى الغفلة وجاءوا منكوسي الرؤوس ومنكوسي الفطر. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. إي وربي أف لهم ولأصنامهم ولقبورهم ولقبابهم ولكل هذه الوثنيات الملعونة التي دنست عقيدة المسلمين ودنست توحيدهم ودنست دينهم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. نعم، اعترفوا أن الآلهة عاجزة عن الدفاع عن نفسها، فعلى العبيد أن يدافعوا عن آلهتهم. سبحان الله، تحول العبيد إلى مدافعين عن الآلهة. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فقال الله من فوق عرشه يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ولهذا أقول لحكام المسلمين اتقوا الله، إياكم أن تكيدوا بدعاة التوحيد، أن تمنعوهم من شاشات التلفاز لبيان الحق، أن تغلقوا قنواتهم، أن تمنعوهم من المنابر والخطابة من توجيه خطابهم للمسلمين لإصلاح عقيدتهم ودينهم، فإن الله إذا فعلتم ذلك سيجعلكم الأخسرين، لأنه قال وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وأقول لدعاة التوحيد اصبروا وصابروا، سينجيكم الله تعالى كما نجى إبراهيم وغيره من أوليائه وأنبيائه المتقين. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وشرك القبور أو الحديث عن شرك القبور لا يمنعنا من الحديث عن شرك القصور. أيضا هناك وجه آخر للشرك، وانتبهوا، أنا حين أتحدث عن الأعمال أنها شركية لا يعني أني أكفر من وقع فيها، لأن من كان في الأصل مسلما لا ينتقل عن إسلامه إلا ببينة ودليل. هذه الأفعال هي أفعال كفرية وشركية لا شك، ولكن حتى نكفر فاعلها لابد من خطابه وإقامة الحجة عليه وبيان أن هذا شرك، فإن تبين له الحق ثم أصر على الكفر كفر. كذلك فيما يتعلق بالحكام، حين نقول تحكيم هذه القوانين هو تحكيم للباطل وهذا شرك في الحاكمية، لا يعني أننا نكفرهم بإطلاق أبدا، إنما ندعوهم إلى تحكيم الشريعة ونتحدث عن الأفعال والأعمال. من تمام التوحيد أو من مقتضيات التوحيد كما قلنا ألا يعبد إلا الله لأنه الرب الخالق، وألا يمتثل إلا أمره، ولأنه هو القائل ألا له الخلق والأمر، وقال ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي القراءة المتواترة الأخرى الصحيحة ولا تشرك في حكمه أحدا. فكما أننا ندين الله تعالى بالعبادة والطاعة ندين له بالتحاكم إلى شرعه وتحكيمه بين العباد، وأن من نوى ذلك صادقا من حكامنا أعانه الله ووفقه، وعليهم أن يتخلصوا من وهم الوثنية والشرك، من أنهم إذا أطاعوا الله سيخسرون أبدا، إذا أطاعوا الله سيسلمون، إذا أطاعوا الله سينتصرون، سترتقي أمتهم. لماذا وأختم بهذا، لا أريد أن أطيل عليكم، لماذا نعتقد على مستوى الحكام أحيانا بسبب الجهل، وعلى مستوى الشعوب أننا في كثير من الأحيان لا نستطيع أن نتقدم أو نرتقي أو نحقق إنجازات سياسية واقتصادية إلا بمعصية الله؟ لماذا؟ يعني هناك تخلف الآن علمي وتكنولوجي، نحتاج إلى جامعات علمية ونحتاج إلى إعداد كوادر علمية، لكن إيمانية مسلمة لا يمكن أن نفصل الإيمان عن العلم. لماذا نتصور في بعض المجالات الاقتصادية أننا لا يمكن أن نبني اقتصادا قويا إلا إذا عصينا الله بإدخال الربا فيه؟ لماذا إذا أردنا أن نبني جامعات لإصلاح المجتمعات علميا وتكنولوجيا وثقافيا نجيز فيها الاختلاط والتبرج والسفور؟ لماذا نتصور أننا لا يمكن أن نتقدم إلا بمعصية الله؟ هذا من سوء الظن بالله ومن الجهل بحقيقة التوحيد. فعلى الأمة أن تعود إلى الله وأن تلتزم شرعه وأن تنقي عقيدتها وأن تلتزم بشريعتها، وأن نبني حضارتنا المادية على أساس إيماني. يجب أن تبنى جامعاتنا على التوحيد والإيمان والفصل بين الجنسين، وكذلك مدارسنا وكذا، وبهذا ستقوم الأمة. وإلا طالما نعصي الله طالبين التقدم لن نرى إلا الهزيمة والعار. اللهم بصر أمتنا بالحق يا رب العالمين. اللهم أصلح حكام المسلمين فإنهم جهلاء لا يعلمون. اللهم اهدهم وسددهم وول على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فأخذه إليك أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإخواني أذكركم كالعادة ضرورة التبرع وحتى القروض لهذا البناء المبارك الذي يتم الآن في هذا المركز، فجودوا وتبرعوا. بارك الله فيكم بعد الصلاة وجزاكم الله خيرا.